ورحمة الله وبركاته. احنا عايزين نعمل شوية محشي فلاحي كده بالبيت. دي الرز ودي الصلصة. على فكرة ورق كرومب، على ورق ليفت، على خاص، اي حاجة تحتاجيها هتلاقيها في بيتك هتعمليها. وده الشبت، ودي الفلافل، بهارات، كل البهارات اللي في البيت برضه هتحطيها، وشوية زيت ولاد حلال. ايوه يا حبايبي هنعمل ايه؟ فرخه بلدي، حطها نتشوح اهي، وهنحط معاها طماطمايه ونص قرن فلفل وبصلايه والحبايه السمراء اللي هي الليمونه المجففه وورق لورا وحبهايه، نحطها تتشوح وبعدين نبقى نحط لها الميه. هنحط يا حبايبي الميه المغليه اهي، ونغطي عليها تستوي بقى. دلوقتي يا حبايبي هنحط الملح بتاع الفرخه. انا باش احطها الا في الاخر بعد ما تستوي. معلقه ملح على ربع معلقه فلفل اسود. دلوقتي يا حبايبي هنحط الشوربه على المحشي بتاعنا. انا عاملاه في صينيه اهو، هحط الصينيه وهحط عليها ايه الشوربه دي من شوربه الفراخ اللي عندنا. دي سمنه بلدي جديده بتاعت السنه دي اهي، دي جديده بتاعت السنه دي اهو. دي بلدي جديده بتاعت السنه دي، بس دي بقري، بس انا ما بحبش الجاموسي يعني، ما بجيبهاش الا لما اكون مضطره لها قوي يعني، عشان ما اكونش لاقيه بقري ولا حاجه اقوم جايبه الجاموس، لان انا بحب السمنه البقري خفيفه للاولاد. دلوقتي يا حبايبي هنعمل المحشي. الطبق اللي تحت دي رهيبي ملهاش حل مع الاسئله ده. ودي الفرخه المتحمره. شوف الطبق، انا بحب السع الطبق اللي تحت اللي في المحشي دي بتبقى خطيره، طعمها بيبقى تحفه. بحب احمرها كده تبقى جميله. شوفوا الطبقه دي تحفه جميل. كده خلاص يا حبايبي. شوفوا المحشي هو المتحمر ده اللي بيبقى في الارض دي بيبقى تحفه، اسمها قعر الحل.